السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الأبطال، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله نحل أهم الأسئلة اللي موجودة على جزء الإجهاد والشد العضلي. بيقول لك شعر أحد الأشخاص بإجهاد في العضلة التوأمية رغم جلوسه وعدم حركته لفترة طويلة. طبعا لو واحد قاعد على الكرسي لفترة طويلة بيبتدي يضغط على الشريان اللي بيغذي العضلة. الشريان ده بيضيق يا ابني، بيضيق، يبقى كمية الدم اللي واصل للعضلة مع مرور الزمن هيبتدي كمية الدم ده يقل. طب ما هو الامداد الدموي لو قلل العضله معنى كده ان العضله هيجي لها ايه؟ هيجي لها اجهاد. صح ولا غلطان؟ صح يا ابني. يبقى طبعا المشكله كلها في ايه بقى؟ ضيق الشريان المغذي للعضله. السؤال اللي بعده: اي التغيرات التاليه تدل على ان العضله المصابه او العضله اللي قدامك مصابه بالاجهاد؟ نجمع مع بعض كده ايه الحاجات اللي موجوده نقول على العضله انها مجهده. اولا، اعوذ بالله، امال الخط تخيني كده يلا. ثانيه واحده يا وليه. لا، ثانيه. مم. يبقى امتى اقول العضله انها مجهده؟ يبقى عشان اقول على العضله انها مجهده يبقى هو الاجهاد العضلي. الاجهاد العضلي شرط عشان اقول اجهاد عضلي لازم يتوفر كذا حاجه. رقم واحد: نقص الامداد الدموي. اتنين: نقص الاكسجين. تلاتة: التنفس اللاهوائي. أربعة: نقص الجلوكوز. خمسة: زيادة استهلاك الجلايكوجين. يبقى حضرتك لو شفت اي حاجه من الحاجات دي قدام سعادتك قول على العضله فورا انها مجهده. فهو بيسال بقى هنا يا معلم، اهو بيسال سؤال سؤال، يبقى اكيد عايز جواب، مش ممكن. بيقول لك ايه الحاجه اللي تقول ان العضله مجهده؟ نقي حاجه من الحاجات اللي قدامك هنا، هتلاقي موجود الاجابه عندك كده. زياده مخزون العضله من الجلايكوجين، لا. زياده الاي تي بي، قول لي لا. زياده اكسده اللاكتيك، خلي بالك اكسده اللاكتيك يعني التخلص من حمض اللاكتيك، لا. يبقى الاجابه هتبقى ده ضعف قوه الانقباض العضلي. الشكل المقابل يعبر عن التغير في الأس الهيدروجيني داخل إحدى الألياف العضلية. أي مما يلي صحيح عن تلك العضلة؟ تعال نشوف. أولا ما شاء الله هنا البي اتش كان موجود بهذا الشكل، وابتدى عندي البي اتش يزيد. بي اتش يزيد يعني إيه؟ يعني ابتديت أتخلص من حمض اللاكتيك. وخلي بالك يا دكتور، البي اتش ده عبارة عن مقياس أهو، بيبقى من 0 ل 7 ل 14. لو أنا من 0 ل 7 بقول على الوسط حمضي، يبقى كل ما انا بمشي ناحيه قدام كده كل ما الحموضه بتقل. ليه؟ لان انا بخش على من 7 ل 14، يعني الوسط القلوي. انا شايف ان انا السهم كام بيزيد، يعني حمض اللاكتيك بيقل، يعني العضله ما بقاش عندها اجهاد، يعني العضله وصل لها كميه كافيه من الاكسجين، بدليل ان مع مرور الوقت اهو حمض اللاكتيك عمال يقل لان البي اتش عماله تزيد. السؤال اللي بعده: الرسم المقابل يعبر عن معدل التغير في الأس الهيدروجيني داخل عضلة توأمية. في أي المراحل تصاب العضلة بالإجهاد؟ قول عضلة مجهدة يا دكتور، يعني في برضه تراكم في حمض اللاكتيك. يعني حمض اللاكتيك، يعني البي اتش بيقل. ما هو من 0 ل 7 يعني البي اتش قليل. أنا شايف إن في الفترة من ج لد البي اتش قليل، يبقى الإجابة هتبقى ج د. طب انا شايف ان من د له ابتدى البي اتش يعلى، يعني العضله بقت هنا هترجع للوضع الطبيعي، يبقى المرحله وصلت لها كميه كافيه من الاكسجين في الفتره من د الى ه. رسوم البيانات التاليه توضح التغيرات الحادثه في المنطقه شبه المضيئه المهمه. ماذا تستنتج من خلال دراستك للشكل المقابل؟ اولا في الشكل المقابل ما شاء الله انا شايف ان انا طول المنطقه اتش كبير اهو، يبقى المنطقه اتش هنا اهو الطول بتاعها ايه؟ كبير، وعملت انقباض وانبساط في فتره كبيره، يبقى هنا العضله دي في وضع اجهاد. انما هنا بص 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 الانقباض والانبساط تم في وقت قليل. يعني دي عضله طبيعيه، وبالتالي الف طبيعيه وب مجهده. خلاص. يعني ايه الف طبيعيه؟ يعني عندها كميه كافيه من الاكسجين. ويعني ايه ب مجهده؟ يعني عندها نقص اكسجين. يبقى الاجابه هتبقى ج يا ولاد. العضله الف يصل اليها قدر كافي من الاكسجين، بينما العضله ب ليس يصل اليها قدر كافي.
ادرس الرسم المقابل اللي بيعبر عن أربعة أفراد تسابقوا في صعود سلم مبنى مكون من 5 أدوار لعدة مرات، وتركيز حمض اللاكتيك. أي الأفراد لم يقم بأداء التدريبات الرياضية اللازمة قبل المسابقة. يعني مين اللي ما سخنش؟ طبعا هو الواحد اللي ما سخنش هيجي له إجهاد. طب يعني إيه يجي له إجهاد؟ يعني يحصل عنده تراكم في حمض اللاكتيك. ما هو كلمة تراكم حمض اللاكتيك يا ولاء معناها إجهاد عضلي. تراكم حمض اللاكتيك يعني إجهاد. مين أكتر واحد مجهد؟ تقولي هو أكتر واحد عنده تركيز في حمض اللاكتيك. مين أعلى واحد هنا؟ إن شاء الله أعلى واحد هو مين؟ جيم يا ولاء. وبالتالي الإجابة هتبقى اللي هو الواد جيم، اللي هي مين؟ الإجابة ألف. أمامك 3 صور لعضلة أثناء نشاط ما. العضلة دي كانت ما شاء الله طويلة، يعني عضلة في وضع انبساط، فجأة عملت انقباض، وبعد كده طولها فضل ثابت. يعني المفروض ده شد عضلي، خلاص هو الاجهاد بعده شد يعني. ما سبب عدم التغير في الفتره من بي الى سي؟ ما سبب عدم التغير؟ هو ما بيسالش على النتيجه، اقول ما سبب. واحد يقول يا دكتور تراكم حمض اللاكتيك، اقول لك لا، ده تراكم حمض اللاكتيك دي عباره عن نتيجه الاجهاد. يعني لما بيحصل اجهاد نتج عنها تراكم حمض اللاكتيك، انما ده مش السبب يا اولاد. السبب هو عدم وصول قدر كافي من الاكسجين، وانا لسه راسمها لك اهو. نقص الاكسجين اهو اهو. نقص الاكسجين ده كان يعتبر يا ولاء احد الاسباب اللي عملت ايه؟ اجهاد. دي كده اسمها اسباب. اسباب. تمام. كمل معايا. الرسم المقابل يوضح التغير في سمك العضله التوأميه. المهم، اي العبارات الصحيحه بالنسبه لهذه العضله؟ اه العضله صاد عملت انقباض وانبساط في فتره زمنيه طويله، يبقى صاد دي تعتبر عضله مجهده. عضلة مجهدة. يعني كلمة إجهاد قلنا يعني زيادة استهلاك الجلايكوجين في العضلة صاد. يبقى الإجابة هتبقى ب. الشكل المقابل يوضح انقباض العضلة التوأمية في باطن الساق. ما نتيجة غياب إنزيم الكولينستريز داخل تلك العضلة؟ أولا يا ولاء، الكولينستريز ده هو الراعي الرسمي للراحة، ده كان المسؤول عن الراحة يا ولاء. طب دلوقتي الإنزيم الكولينستريز ده مش موجود، يبقى هل العضلة هتريح؟ قول لي لا. العضلة يحصل لها إيه؟ انقباض. طب دكتور محمد، هو عشان العضلة يحصل لها انقباض بعمل إيه؟ بعمل الشكل ألف. ببتدي أضغط بمشط رجلي على الأرض وأرفع كعب رجلي يا ولاء. يبقى الإجابة ألف. ما عشان تشد السمانه بتقف على مشط رجلك، كعب رجلك بيبقى مرفوع. الرسمه اللي فيها كعب الرجل مرفوع هي الرسمه الف. السؤال اللي بعده. الرسم المقابل يوضح الوضع الطبيعي للرأس. ماذا يحدث في حالة عدم تحلل الأسيتايل كولين؟ الأسيتايل كولين ده هو المسؤول عن عملية الانقباض. يعني الأسيتايل كولين ده اللي بيعمل الانقباض. طب تخيل بقى عدم تحلل الأسيتايل كولين، يعني الأسيتايل كولين مش هيكسر، يعني الأسيتايل كولين هيفضل موجود، يعني الانقباض هيفضل شغال. خلي بالك الرقبة من ورا دي في وضع الراحة عاملة كده. ايه انا اسالك ريح راسك تقوم عامل كده اهو. انتوا طول ما انتوا قاعدين في الحصه عندي اصلا عاملين كده اهو. يا عامله كده اهو، يا سند على كتف اللي جنبك يا اختي. ايوه فاكرك. حاجه تجلط. طب والوقت العضله بقى مش هتريح يبقى عامل كده اهو؟ لا، هو عامل كده اهو. تمام. يبقى الاجابه جيم اهو. الواد ده راجع راسه ازاي؟ زي الجاموسه ورا اهو. يبقى دي عضله في وضع انقباض. في وضع ايه؟ انقباض. الرسمه دي مش محتاجه طبعا، انا شايف ان هنا عباره عن موجه داخله في موجه داخله في موجه داخله في موجه. يبقى دي رسمه تعبر عن تداخل النبضات العصبيه. يبقى الاجابه تبقى د. العضله تستقبل نبضات عصبيه غير صحيحه، ودي اصلا الحاجه اللي تعتبر من اسباب الشد الايه؟ الشد العضلي. 271. ادرس الرسم الذي يوضح احد مفاصل جسم الانسان ثم استنتج. ما النتيجه المتوقعه عند نقص الاي تي بي في التركيب 6؟ اولا يا جماعه، نقص الاي تي بي ده بيعمل شد عضلي. يعني إيه شد عضلي؟ يعني العضله دي بتقوم قافشه منقبضه. تخيل العضله دي قامت منقبضه، يوم الوتر مقطوع. هو فين الوتر يا ولاد؟ اللي هو 5. يبقى الاجابه تبقى تمزق التركيب 5. عرفت منين ان 5 وتر؟ عشان الوتر يا ابني بيربط عضله بعظمه. فعلا من على الرسم اهو، هو رابط من فوق عضله ومن تحت ماسك في عظمه اهي. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه وتر. الجدول المقابل يعبر عن تركيز 3 مواد داخل احدى العضلات المصابه. ماشي. اولا الاي تي بي تركيز بالعضله 5000 والطبيعي من 10000 ل 20000. صح، يبقى الواد ده عنده نقص في الاي تي بي. خلاص. الجلايكوجين 30% والطبيعي من 50 ل 90، يعني الواد ده عنده زياده في استهلاك الجلايكوجين. طب الجلوكوز بالدم تركيز بالعضله 90 والطبيعي من كام لكام؟ من 80 ل 120، يعني هو الجلوكوز عنده سليم. هو عايز ايه بقى؟ ما السبب المتوقع لحدوث الشد؟ غياب الكولينستريز
ملوش علاقة. زيادة تركيز الكالسيوم ملوش علاقة. اعتماد العضلة على التنفس اللاهوائي في إنتاج الطاقة، ولا خلل في السيال العصبي؟ طبعا الإجابة هنا سهلة جدا جدا جدا. طبعا النسمة يا جماعة فيها نقص اي تي بي. ما دام في نقص اي تي بي يبقى كده العضلة عاملة تنفس هوائي ولا لا هوائي؟ طبعا تنفس لا هوائي. يبقى الإجابة هتبقى د، اعتماد العضلة على التنفس اللاهوائي بسبب نقص الاي تي بي وفقا للرسم. طب افرض الاي تي بي كان سليم وكل حاجة سليمة، ساعتها نقدر نقول بقى ان في خلل في السيال العصبي. ادرس الشكل المقابل الذي يوضح حالة إحدى العضلات الهيكلية. ما التفسير العلمي لعدم السيطرة على اتجاه؟ والله يا ابني ما تكمل. السيطرة على إيه؟ اتجاه. المسؤول عن تحديد الاتجاهات هو الأربطة. يبقى الشخص ده مش عارف يسيطر، يعني الشخص ده عنده تمزق في الأربطة.